ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا حبايبي مطبخ بطريقة سهلة ومرة لذيذة. شوفوا الجمال تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى مطبخ وأحلى رز بشاورما. يا سلام يا جماعة، وجبة ما في أحلى من كده تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا شغل بيت، يا سلام. يتحدى المطاعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف ما يتحدى لأنه هذا أفضل. ايوه، أوريكم الاستواء أخذ ساعة وشوية. تمام، عاد انتوا حسب حرارة الفرن. شوفوا يبان درجة الاستواء. شوفوا الجلد كيف من هنا من العظم يبان. شوفوا كيف مستوي، ذايب من جوا قطني. والنكهة ما يحتاج حبايب، كأنكم شويتوا ايش فوق الحجر مع الرز. لقمة اللحم. هنا السلطة ما نسيت اجيب الملعقة، يلا عذروني. ما شاء الله بالعافية. شوفوا ادخلوا لي الجمال اللي هنا. طيب هنا عندي موية النقع. تمام، عبارة عن موية، ملح خشن، خل، كركم، لون البرتقال، وملعقتين دقيق. شايفين بهذا الشكل. لون البرتقال حيعطي لون مرة حلو على الدجاج، وممكن ما تحطوه عادي. وشوفوا بهذا الشكل خلاص. طيب حبايبي شوفوا أنا هنا عندي نص دجاج. تمام، أوريكم كيف نشرحه. طيب حبايبي شوفوا من جهة الصدر نمشي السكين بهذا الشكل، بس ما نوصل السكين لين النهاية. تمام كذا بس وخلاص. خليه ينشرح بهذا الشكل، وبعدين نجيب لجهة الجناح. تمام، نفك الجناح عشان من هنا يدخل الحرارة وحيستوي. وبعدين شوفوا زي كذا نمسك الفخذ. تمام، نمشي السكين شوفوا من جنب العظم زي كذا، نفكك اللحم عن العظم من جهة واحدة بس. شايفين بهذا الشكل عشان يدخل الحرارة وحيستوي بكل سهولة. وهنا عاد ما يمنع إذا سويتوا كذا الشرحة، اختياري الموضوع. شوفوا بهذا الشكل. وبرضه هنا اختياري تجيبوا الدجاج يدقق كذا. تمام، عشان يتفطس مضبوط، واللحم كمان كذا ايش يتمزق العضلات اللي في الدجاج. طيب حبايبي شوفوا هنا عندي موية النقع. نحط الدجاج وننقعه كذا تقريبا كذا ربع ساعة، وبعدين الشطف على السريع، وبعدين اصفيه من الموية مظبوط. شوفوا بهذا الشكل خلاص، عشان يشيل زفرة الدجاج والخل يطري الدجاج. شوفوا حبايبي